مش في صابونه بتشد البشره؟ اه والله زي ما بقول لك كده، صابونه هتستخدميها على بشرتك هتشد كل الخطوط التعبيريه اللي في بشرتك، وبتعمل على كمان تفتيح ونضاره البشره. دي منين دي؟ انت اللي هتعمليها بنفسك، صابونه طبيعيه بمكونات طبيعيه مش هتكلفك كتير، وهتشوفي فوائدها على بشرتك، بتناسب جميع انواع البشره. طب ما تقولي يا ستي، طب صليتي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، الكلام ده في سرك ومش لغيرك، ده ليك انت بس. هتروحي تجيبي لي بذر كتان، جيبي لي كميه حلوه مقدار فنجان من بذور الكتان، وهتحطي عليها كميه حلوه من الميه. لما يغلي ويطلع لك الجل هتاخديه، هتعملي عليه ايه؟ هتحطي عليه معلقتين عسل، عسل طبيعي يكون مضمون وانت واثقه فيه. هتحطي معلقتين عسل، بعد ما حطيتي معلقتين العسل هتجيبي لي ليمونه وتشيلي البذور بتاعتها وتاخدي العصير بتاعها. ولو عندك شويه تسبغات زيدي لي عليها معلقتين كبار من الحليب البودر. عملتي كده قلبي لي المكونات دي كويس قوي 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 بحيث ان كل حاجه فيها تدوب. بعد ما تدوب هتجيبي لي صابونه جليسرين وتقطعيها وتحطيها عليه، وعلى نار زي الشعله هتحطي المكونات وتدوبي لي الصابون. دوبتي الصابون خلاص، هتجيبي لي مكعبات وتحطي فيها الصابون وعلى الفريزر تشيليها. تاني يوم هتستخدميها. هتستخدميها على بشرتك ازاي؟ لو عايزه طريقه الاستخدام الصحيحه اللي هتجيب معاكي نتيجه مليون في المية، اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليكي. يلا بقى، سلام.